السؤال اللي دايما الناس بتسأله، العجل يرضع كام كيلو لبن؟ انا عندي عجل عمر شهر، عندي عجل عمر اسبوع، اديله كام كيلو لبن؟ خلينا نعرف ان الموضوع ده ملوش ارقام ثابتة او مش ملوش ارقام ثابتة. انت ممكن تشتغل على 10% من وزن العجل، يعني العجل 30 كيلو ياخد 3 كيلو لبن، 40 كيلو ياخد 4 كيلو لبن. بس طبعا مش هتجيب عجل مثلا وزنه 70 كيلو ولا 80 كيلو تديله 8 كيلو لبن. ف8 كيلو لبن في اليوم، اولا العجل هيسهل مني، ثانيا هيبقى تكلفة اقتصادية عالية. فانت عود نفسك، يعني انا عمري ما اشتغلت، انا عندي عجول جايبها عمر يوم ما شاء الله دلوقتي 450 ولا 500 كيلو. انا عمري ما عطيت عجل اكتر من 5 كيلو لبن في اليوم، حتى لو هو ايه، ومع ان اللي متابعني وعارفني عارف ان انا ما بفطمش العجل قبل وزن 100 كيلو. العجل يوصل وزن 100 كيلو افطم العجل عشان يريحني بعد كده. فخلينا متفقين اللي انت العجل ما ياخدش اكتر من 5 كيلو لبن في اليوم. يعني لو عجل عمره شهر، لو وزنه 30 40 كيلو ولا حتى 50 كيلو، في العمر شهر ده هو هياخد 2.5 الصبح و2.5 اخر النهار، وهيفضل ثابت عليهم، بس بجانب لازم يكون في علف فطام جنب اللبن. العلفة الفطام ديت هتساعد الكرش اللي هو يشتغل معايا بدري، هتساعد الكرش اللي هو يتنشط. طبعا في اول شهر او شهر ونص بيكون الكرش لسه ما اكتملش، فاصلا ما فيش اي استفادة من العلف. فانا بعد كده لما الكرش يتنشط ويبدأ يشتغل، انا ايه، هتبدأ الدنيا ايه، تمشي معايا وتدور معايا. يبقى لازم الكرش يشتغل معايا عشان اطلع عجل بصحة كويسة. العجل يرضع السرسوب بكمية كافية. هتقول لي مثلا طب عجل مولود 25 كيلو ولا 30 كيلو ياخد كام كيلو سرسوب؟ هقول لك اديله في السرسوب على قد ما تقدر، لان السرسوب مش اكل، السرسوب مش لبن، السرسوب يعتبر تحصين. عشان نخلي بالنا يا جماعة، العجل اللي بيرضع سرسوب مظبوط، بص، ولا بيجيله اسهال ولا بيجيله التهاب رئوي ولا بيخش في اي مشاكل. واحد هيقول لي طب ما البقره بيفضل فيها 3 ايام سرسوب، هقول له لسه واحد سالني السؤال ده امبارح. هقول لك لو عدى ساعتين بعد الولاده العجل ما بيستفادش من السرسوب. يعني انا الفكره في البدايه، مش الفكره اللي انا اسيبه يرضع بعد يوم ولا 2 ولا 3. يعني ما شاء الله العجله ديت خدت سرسوب في اول نص ساعه، عطتها 3 كيلو بالبزاز، 3 كيلو بالبزاز. ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر. والله ما جالها ولا مره لحد النهارده عمر شهر ونص، ما جالها اسهال ولا جالها التهاب رئوي، سم الله، ولا جالها اي حاجه. ليه؟ عشان خاطر هو رضحتها السرسوب في اول نص ساعه بكميه كافيه، منعت بقى معايا اي حاجه، اي مشاكل معايا. فعايز عجل نضيف لازم تاخد بالك من السرسوب، اللبن يكون نضيف، المية تكون نضيفة. دي كلها حاجات تطلع لك عجل نضيف وعجل بجودة كويسة. في الآخر ما تنساش تصلي على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم.